السلام عليكم يا محترمين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف ألف خير. طبعا انا ما كنتش حابه اعمل فيديو زي ده خالص يعني. بس زي ما انا بشارككم دايما الاخبار السعيده، زي فرحي، زي يوم ولادتي، زي عيد ميلادي مثلا او عيد ميلاد سليم، زي تخرجي. فبرضو انا حبيت اشارك معاكم الخبر الحزين ده. ما اكيد ما حدش هيطلع يقول لكم خبر حزين وهو مبتسم كده غيري. الحمد لله طبعا على كل حال. بس انا صفحه الفيسبوك بتاعتي اتسرقت. صفحة فيها 1,800,000. طبعا هو رقم كبير، ورقم كبير بالنسبة ان انا بادئة من 5 سنين، من 2017. طبعا بدايتي كلها الصفحة دي، يعني كل فيديوهاتي وحياتي وبوستاتي وكل حاجة كل حاجة على الصفحة دي من أول ما بدأت لحد أول امبارح كده، لحد ما اتسرقت. انا واقفه دلوقتي بعمل لكم الفيديو ده وانا ولا عارفه هي انها هترجع ولا حتى في اي اخبار سعيده ولا اي حاجه. انا بعمل الفيديو ده بس عشان اعرفكم ان انا صفحتي اتسرقت. عايزه اقول لكم ان هي كمان ما بقاش ليها اثر اصلا، مش موجوده اطلاقا، ولا حتى اتغير اسمها ولا اي حاجه. هي اتشالت تماما. مبقتش ليها اي وجود اطلاقا. حتى لما بدخل على اللينك بتاعها مفيش صفحة أصلا بالاسم ده. تعب سنين سنين سنين، وبقى في ثانية مش موجود، بقى ملوش أي أثر. طبعا هو الحمد لله، وكل يوسف بناء لما كتبه الله لنا، يعني ربنا كاتبه أكيد هيكون. مفيش أمل 1% حتى إن أنا أقول لكم إن هي هترجع. بس يعني انا بقول الحمد لله. مش لاقيه اي حاجه تانية ان انا اقولها. مثلا مش هقول لكم ان انا مش زعلانه، بس هو اكيد انا زعلانه اكيد يعني. بس الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال. انا بس اللي مضايقني يعني، بعيدا بقى عن ان الصفحه بقى اتسرقت او ان هي ممكن ترجع او ما ترجعش، الله اعلم. بس يعني انا كان علي، يعني كان الصفحه دي عليها فيديوهات. يعني الفيديوهات دي انا كنت سايباها على اساس ان هي صدقه جاريه ليا بقى، وهتفضل على طول وكده. حتى لو يعني مثلا مت في اي وقت مثلا او حاجه، هتفضل الفيديوهات دي موجوده، والناس هتفضل تستفاد منها، والناس هتفضل تدعي لي مثلا او كده. ده بس اللي مزعلني، يعني بعيدا بقى عن تعب وشغل سنين قوي قوي قوي. بعيدا عن كل ده، هو ده بس اللي مزعلني، يعني ان انا فيديوهاتي اللي انا معتمدة عليها ان هي كمثابة صدقة جارية ليا كده، خلاص ما بقتش موجودة. والله اعلم برضو اليوتيوب ده هيفضل موجود ولا لا، او التيك توك او الحاجات اللي انا بعمل عليها الفيديوهات دي هتفضل موجودة ولا لا. يعني فعلا فعلا السوشيال ميديا دي مش مضمونة اطلاقا اطلاقا. يعني انا كنت فاكرة بقى ان انا هتفضل كده. عمري ما تخيلت ان انا ممكن صفحتي في يوم من الايام تختفي تماما، وان هي ما بتبقاش بتاعتي اطلاقا. عمري ما تخيلت ده. وعمري ما توقعت انها تحصل معايا خالص خالص. خصوصا ان انا مؤمنه جدا وان انا كنت فاكره ان انا مأمنه الفيسبوك بتاعي كويس قوي، وان انا يعني اكواد بقى وجيميل وايميل وحاجات ولو حصل حاجه هيتبعت لي رساله هنا. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. عايزه اقول لكم الصفحه كده كده اتسحبت كده. يعني ولا اتبعت لي رسالة، ولا اتبعت لي ايميل، ولا حد حاول يغير باسورد، ولا الهوا، ولا كأن في اي حاجة حصلت. كأني ما عملتش حاجة، وكأن ما حصلش حاجة، وكأن ما فيش صفحة اصلا بالاسم ده. يعني خصوصا انها متوثقة كمان، لا، ما كأن ما فيش اي حاجة، مفيش اي امان اطلاقا يا جماعة. والله العظيم فعلا ما فيش اي امان خالص. ف الفيديو ده للناس كمان اللي هي الناس اللي هي بلوجر، والناس اللي بتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا. خلوا بالكم من حاجتكم. فعلا ما فيش امان خالص خالص. ما تعتمدوش اطلاقا على فيسبوك ولا على يوتيوب ولا على اي حاجه بصراحه. ما فيش حاجه تعتمدوا عليها اعتماد كلي خالص. الواحد بيتسرق في ثانيه في ثانيه. ما فيش امان خالص. فطبعا الحمد لله يعني على كل حال. بس انا طالعه بس اطمنكم ان انا كويسه. انا الحمد لله كويسه، والله الحمد لله وبخير الحمد لله. بس الطبيعي ان انا ازعل على تعب سنين. يعني الصفحه دي بتاعتي انا اللي عاملاها بايديا، وانا اللي اشتغلت عليها وبدات عليها.
طبعا اخويا اكيد ليدو ساعدني فيها كتير جدا جدا عشان توصل للرقم ده، والناس دي وفيديوهات فيها بالملايين. بس يعني الواحد كأنه شغل 5 سنين ما كأنه ما عملش حاجة، يعني هو دلوقتي كده بلا حاجة، وكأن ما فيش اي حاجة حصلت. فطبعا الحمد لله، يعني الحمد لله. واكيد يعني ما فيش حاجة بتاخد وقتها اكتر من وقتها، يعني هي تاخد وقت من الزعل وخلاص. بس انا لسه وراها وبحاول ارجعها. ولسه ما فيش اي جديد خالص، بس اكيد لو في جديد هقول لكم. يلا خير ان شاء الله. السلام عليكم.